السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في حكاية كروشيه. يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا دخلنا في شهر رجب. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله جايب لكم غرزة حلوة جدا جدا. غرزة كل حاجة وأي حاجة. تعملي بيها مفرش، تعملي بيها بلوزة، تعملي بيها جاكيت، تعملي بيها كارديجان، تعملي بيها شال مستطيل، تعملي بيها كوفية، تعملي بيها بطانية أطفال، تعملي بيها حاجات كتير جدا جدا. والغرزة سهلة جدا جدا وتنفع صيفي وتنفع شتوي. زي ما انتوا شايفين دلوقتي على الشاشة الغرزة شكلها حلو جدا. وانا هشتغلها معاكم النهاردة بخيط شتوي، واشتغلت عينة بخيط صيفي ظهرت قدامكم على الشاشة. هنشتغلها مع بعض خطوة بخطوة. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واختاروا الكل علشان أي فيديو جديد ينزل يجيلكم إشعار بيه. وأتمنى من ربنا التوفيق في كل حاجة بقدمها لكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا هنا معايا خيط هيمالايا إفريداي وإبرة ألومنيوم رقم 4. لكن زي ما قلتلك الغرزة دي تنفع صيفي وتنفع شتوي. أول حاجة هنتكلم عنها هي سلاسل البداية. سلاسل البداية بتاعة الغرزة دي بتحتاج إن احنا نعملها من مضاعفات الرقم 6. يعني ببتدي أعد 6 سلاسل في 6 سلاسل في 6 سلاسل لحد ما أوصل للمقاس اللي أنا عايزه حسب القطعة اللي أنا بشتغلها. أنا هعمل معاكم عين على 24 سلسلة. ال24 سلسلة دول من مضاعفات الرقم 6. هبتدي بعقدة البداية، هسيب مسافة من الخيط وألف حلقة على الهوا بالشكل ده. ادخل بالابره جوه الحلقه، اخد من الخيط واطلع واشد الطرف القصير، وهبتدي اعد 24 سلسله. 1 2 3 4. هكملهم 24. اشتغلت اهو 24 سلسله. لكن طبعا انتي تقدري تشتغلي باي عدد، المهم يكون من مضاعفات الرقم 6. انا هشتغل الغرزه دي بغرزه العمود بلفه الطويل. واحنا طبعا شرحنا غرزة العمود الطويل في فيديو منفصل قبل كده، هسيبه لكم فوق على الشاشة واحط لكم اللينك بتاعه كمان في صندوق الوصف تحت الفيديو. لكن طبعا تقدري تشتغليها بغرزة العمود بلفة العادي. احنا اتفقنا ان غرزة العمود الطويل ارتفاعها 4 سلاسل، بس احنا بنعمله 3 سلاسل عشان ما يكونش فيه فراغات على الاجناب. هبتدي اول حاجة احط ايدي على السلسلة الاخيرة دي وابتدي اعمل 3 سلاسل. 1 2 3. ودول بالنسبة لي أول عمود طويل. هلف الخيط على الإبرة وهبتدي أعد من بعد الإبرة 1 2 3 4. هسيب أول 4 سلاسل أهم بالشكل ده وأدخل في السلسلة رقم 5 وأعمل عمود طويل. أخد من الخيط وأطلع معايا 3 حلقات. هاخد من الخيط وأطلع من حلقة واحدة بس معايا 3 حلقات. أخد من الخيط وأطلع من حلقتين في حلقتين. كده أنا معايا 2 عمود طويل. هبتدي ألف الخيط على الإبرة واشتغل كمان 3 عمود طويل. هدخل كده في الغرزة اللي جاية، اخد من الخيط واطلع معايا 3 حلقات. هاخد من الخيط واطلع من حلقة واحدة، بعدين اخد من الخيط واطلع من حلقتين، اخد من الخيط واطلع من حلقتين بالشكل ده. العمود الطويل او المطول او الممتد، كل دي اسامي للعمود الطويل. بطلع من حلقة، بعدين من حلقتين، بعدين من حلقتين بالشكل ده. كمان مرة العمود الطويل او المطول او الممتد رقم 5 بالشكل ده. كده انا معايا 1 2 3 4 5. بعدين هبتدي اعمل سلسلتين. 1 2. هلف الخيط على الابرة بالشكل ده وهسيب من تحت غرزتين. 1 2. وادخل في الغرزة التالتة وابتدي اعد 4 عمود طويل. انا ليه عملت هنا 5؟ لان انا عايز في اول السطر يكون فيه عمود وفي اخر السطر يكون فيه عمود، ملهمش دعوة بالمجموعات بتاعتي. يبقى أول السطر وآخر السطر بيكون عدد الأعمدة 5 في السطر الأول، لكن في النص بيكون المجموعات 4 بس. هبتدي أشتغل عمود طويل بالشكل ده أهو. حلقة، حلقتين، حلقتين، كده 1. أنا عايز 4 أعمدة جنب بعض بالشكل ده. العمود الطويل رقم 2، العمود الطويل رقم 3. ممكن طبعا زي ما قلتلك تشتغليها بغرزة العمود بلفة العادية اللي هو تطلع من حلقتين في حلقتين. العمود الطويل رقم 4.
بالشكل ده كده بقى معايا 4 عمود طويل. هاخد سلسلتين، 1 2، ألف الخيط على الإبرة، هسيب من تحت غرزة 2 وأدخل في التالتة وابتدي أشتغل 4 عمود طويل، وشغلي كله على كده. أعمل 4 عمود طويل، بعدين سلسلتين، وأسيب سلسلتين من تحت وابتدي أعمل 4 عمود طويل لحد ما أوصل لنهاية السطر. اشتغلت بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين، وده بقى شكل السطر الأول. زي ما اتفقنا ان احنا في أول السطر وفي آخر السطر لازم يكون عندي 5 أعمدة. أنا هنا اشتغلت 4، لو جيت بصيت هلاقي عندي فيه سلسلة أهي. هلف الخيط على الإبرة واشتغل فيها عمود طويل بالشكل ده كده. يبقى أنا كده خلصت السطر الأول بشكل صح. عندي هنا 5 أعمدة وهنا 5 أعمدة، وفي النص المجموعات اللي في النص كل مجموعة 4 أعمدة. الغرزة عندي من تكرار سطرين. احنا كده عملنا أول سطر، هنبدأ نشتغل السطر التاني والتالت اللي هما هيتكرروا معايا. أنا قلت إن الغرز بتاعتي كلها عمود طويل. هلف الشغل الناحية التانية عشان أبدأ السطر التاني. هبتدي ب3 سلاسل، 1 2 3، ودول بالنسبة لي أول عمود طويل. هلف الخيط على الإبرة وأدخل هنا في العمود اللي جاي ده، اخد من الخيط واطلع واشتغل عمود طويل بالشكل ده. كل الغرز بتاعتي اعمدة طويلة او ممتدة. كده انا معايا 2 عمود طويل. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل سلسلتين، 1 2، هلف الخيط على الابرة، هسيب العمود ده والعمود ده وادخل في العمود التالت واشتغل عمود طويل بالشكل ده كده. بعدين هلف الخيط على الابرة على الفراغ اللي جاي ده، اشتغل 2 عمود طويل بالشكل ده اهو. دي كده عمود، وفي نفس الفراغ اعمل كمان عمود. بعدين الف الخيط على الابرة، عندي هنا المجموعة اللي جاية اهي، اشتغل على اول عمود منها عمود طويل بالشكل ده كده. يبقى انا كده كونت ال4 اعمدة بتوعي اللي هم في المجموعات اللي في النص. يبقى في السطر ده بيكون عندي على الحرف عمودين من هنا، وعلى الحرف من الناحية التانية عمودين، وفي النص برضو المجموعة بتكون 4. ادي 1 2 3 4. بعدين هعمل سلسلتين، 1 2، هلف الخيط على الإبرة واسيب العمودين اللي جايين دول وادخل في العمود رقم 3، اعمل عمود طويل بالشكل ده كده اهو. بعدين على الفراغ 2 عمود طويل بالشكل ده، 1 2 بالشكل ده. وعلى العمود اللي جاي اعمل عمود طويل اهو كده. سلسلتين، 1 2، واروح للعمود رقم 3 واشتغل عمود طويل بالشكل ده اهو. غرزة سهلة جدا وممكن المبتدئين يعملوها بكل سهولة. بعدين على الفراغ اشتغل 2 عمود طويل بالشكل ده اهو، 1 2، وعلى العمود ده اعمل عمود طويل. وانا هنا وصلت لنهاية السطر. هعمل ايه؟ زي ما عملت في بداية السطر، هعمل سلسلتين، 1 2، وهلف الخيط على الإبرة بالشكل ده، هسيب عمودين وادخل في العمود ده واشتغل عمود طويل اهو بالشكل ده كده. هدخل في السلسلة اللي جاية، لازم ادخل في السلسلة بالشكل ده اهو، واخد الخيط واطلع واعمل عمود طويل عشان يبقى الشغل زي الناحية التانية بالشكل ده. بصوا الغرزة شكلها جميل جدا، ولسه هتبان معايا اكتر لما نشتغل السطر اللي جاي كمان. السطر التالت اللي هو تاني سطر في التكرار هعمل ايه؟ هلف الشغل 3 سلسلة، 1 2 3، ودول اول عمود طويل. هبتدي الف الخيط على الابرة وعلى العمود اللي جاي ده اهو، ادخل كده فيه واعمل برضو عمود طويل، حلقة حلقتين حلقتين. بعدين على الفراغ اللي جاي اعمل 2 عمود طويل، 1، وفي نفس الفراغ اهو العمود الطويل رقم 2. وبعدين على العمود اللي جاي اللي هو اول عمود في المجموعة اللي جاية بعمل عمود طويل بالشكل ده.
الأعمدة هنا بقى 1 2 3 4 5 زي السطر الأول. زي ما انتوا شايفين الغرزة بتبقى بالشكل ده. بعدين هبتدي أكرر زي السطر اللي فات 2 سلسلة، وأروح على العمود اللي هو أسيب دول وأروح على العمود ده وأشتغل عمود أهو بالشكل ده. بعدين على الفراغ اللي جاي 2 عمود، أعمدة كلها طويلة أو مطولة أو ممتدة بالشكل ده. وعلى العمود ده اهو بعمل عمود، وابتدي اكرر لنهاية السطر سلسلتين واسيب العمودين دول، وهنا عمود طويل، وهنا على الفراغ ده 2 عمود طويل، وهنا عمود طويل، وبعدين سلسلتين، واكرر لنهاية السطر. وصلت هنا لنهاية السطر بعد ما خلصت المجموعة بتاعتي. انا هنا في اخر السطر المفروض يكون عندي 5 اعمدة، اشتغلت ال4، هلف القطعة الابرة وادخل في السلسلة اللي هي رقم 3 بالشكل ده، واشتغل العمود الطويل رقم 5 بالشكل ده. بصوا الغرزة شكلها تحفة ازاي. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هكرر السطر التاني والسطر التالت لحد ما اوصل بالقطعة للمقاس اللي انا عايزه. هشرحهم معاكم تاني بسرعة. هلف الشغل الناحية التانية، هبتدي اشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي عمود طويل. هلف القطعة الابرة واشتغل كمان عمود طويل. يبقى انا كده على بداية السطر هنا معايا 2 عمود طويل، سلسلتين، 1 2، هلف القطعة الإبرة أسيب عمودين وأروح للعمود التالت أشتغل عليه عمود طويل بالشكل ده، وعلى الفراغ 2 عمود طويل أهو كده، 1 2، بعدين على العمود ده أعمل عمود طويل. يبقى أنا كده كونت ال4 أعمدة، سلسلتين، 1 2، هسيب عمودين، وعلى العمود رقم 3 أعمل عمود طويل. يعني أنا بشتغل على العمود الأول وعلى العمود الرابع من كل مجموعة، وعلى الفراغ بشتغل 2 عمود طويل بالشكل ده، 1، وفي نفس الفراغ 2 عشان أكمل ال4. بعدين على أول عمود أهو أشتغل عمود طويل بالشكل ده كده، بعدين سلسلتين وأكرر الشغل لنهاية السطر. وصلت هنا لنهاية السطر. بعد ما عملت السلسلتين هلف القطعة الإبرة أسيب عمودين وأشتغل العمود الطويل على العمود رقم 3 بالشكل ده. بعدين بما إن في آخر السطر منساش العمود الطويل اللي بشتغله هنا على السلسلة التالتة، هدخل في قلب السلسلة. بصوا يا جماعة أنا بدخل في قلب السلسلة مش في الفراغ بالشكل ده، وأشتغل العمود الطويل بالشكل ده كده. وهبتدي دلوقتي أكرر السطر رقم 3. هلف الشغل 3 سلسلة، 1 2 3، ودول عمود طويل. هلف القطعة الإبرة وعلى العمود اللي جاي أشتغل عمود طويل بالشكل ده كده. بعدين أبتدي أكرر نفس الشغل اللي في السطر اللي فات. هلف القطعة الإبرة وعلى الفراغ 2 عمود طويل، 1 2، بعدين على أول عمود في المجموعة اللي جاية أعمل عمود طويل. يبقى كده عدد الأعمدة عندي بقوا 5 لأن أنا في أول السطر. ال5 أعمدة دول اللي هو العمود اللي بيبقى في بداية السطر وال4 أعمدة، بعدين سلسلتين، 1 2، وهسيب عمودين، وعلى العمود التالت عمود طويل، وابتدي أكرر الشغل لنهاية السطر. ومنساش إن أنا في آخر السطر هنا بيكون عندي 5 أعمدة. وبصوا الغرزة من الأجناب متساوية إزاي، علشان كنا بنعمل العمود 3 سلاسل مش سلسلتين. وصلت هنا لنهاية السطر بعد ما خلصت ال4 أعمدة بتوعي. منساش إن أنا هنا المفروض بيكون عدد الأعمدة عندي 5. بلف القطعة الإبرة وأدخل في السلسلة التالتة أهي بتاعة السطر اللي فات، بس لازم أدخل في قلب السلسلة بالشكل ده كده أهو. بعدين أشتغل آخر عمود طويل في السطر ده علشان يبقى عدد الأعمدة 5 زي الناحية التانية بالشكل ده. بصوا الغرزة شكلها تحفة. وبنفضل بقى نطلع بالطول اللي احنا عايزينه. هكتفي بالمقاس ده كعينة. هفترض ان انا وصلت
للمقاس اللي انا عايزه هبتدي اعمل سلسلة تأمين، واجيب المقص، اسيب حتة من الخيط للتنظيف، وابتدي اقص الخيط وارفع الابرة كده بالشكل ده. ادي الغرزة اهي، ده كده وش الغرزة اهو، وده الظهر بتاعها. زي ما انتوا شايفين الغرزة شكلها حلو جدا، وتنفع لأي حاجة زي ما قلت لكم في بداية الفيديو. ودي كده عينة اشتغلتها بخيط الديفا بلس علشان اوريكم ان الغرزة تنفع صيفي وتنفع شتوي. الغرزة حلوة جدا جدا ونقدر نستخدمها في حاجات كتير. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب تكون الغرزة عجبتكم، ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. ولو في اي سؤال او في اي حاجة ما كانتش واضحة اكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو، وان شاء الله هرد عليكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.